في ناس فاكرة إن الوظيفة عبودية، وناس تانية فاكرة إن الفريلانس حرية مطلقة. الحقيقة الاتنين فيهم حقيقة وبرضه فيهم خيال. تعال أقول لك واحدة واحدة. أولا حقيقة الوظيفة دي مش عدو ليك على فكرة. الوظيفة بتديك استقرار، دخل ثابت، تعلم منظم، مسار واضح بتتدرج فيه من وقت للتاني. لكن الخيال إنك تفتكر إن الاستقرار ده دائم من غير تطوير ومن غير حركة ومن غير سعي. الوظيفة من غير نمو وتطوير وكده بتتحول لسقف ثابت مش بتخطى. طيب حقيقة العمل الحر بقى، العمل الحر مش راحة ولا نوم لحد الظهر واصحى براحتي. هو حرية بس مع مسؤولية أعلى بكتير. مفيش مرتب ثابت، مفيش فلوس هتجيلك وأنت نايم، مفيش أمان إلا اللي بتبنيه بإيدك واللي هتسعى عليه بإيدك. مفيش نجاح من غير انضباط عموما، لا في الوظيفة ولا في العمل الحر. طيب الخيال بقى اللي بيضيع ناس كتير قوي في القصة دي. الخيال في التوظيف اشتغل وخلاص والوقت يعني هيكفيني والمرتب تمام وانا راضي بالكلام ده وكده. الخيال في فريلانس اسيب الشغل واقبض بقى بالدولار من اول شهر والكلام ده. الاثنين وهم على فكره، الاثنين وهم بيضيعوا كارير وبيضيعوا منك مستقبل. طيب مين يناسبه ايه بقى عشان الكلام ده؟ الوظيفه مناسبه للي محتاج تعلم منتظم وبطريقه سلسه وبسيطه وبطيئه كمان في نفس الوقت، بيبني خبره، لسه بيكون نفسه، محتاج عنده ماديات، محتاج ان هو يكون عنده دخل ثابت. العمل الحر مناسب لمين بقى؟ للي عنده مهاره مطلوبه فعلا وهو شاطر فيها قوي، منضبط. حتى لو بيشتغل شغل حر فهو برضه عارف ان الرزق بالنهار، فبيصحى وبيسعى وبيشتغل وبينضبط. عارف يبيع نفسه صح ويسوق نفسه صح، مستعد لتحمل المخاطره دي، ما عندوش من الاعباء ومن الامور اللي بتثقل كاهله في ان هو محتاج فلوس بشكل معين، بشكل منظم يعني. مش مستني ان ربنا يرزقه بشغلانه ومره تيجي ومره لا والكلام ده. طيب الصح مش وظيفه ولا فريلانس، الصح انك تختار اللي يناسب حياتك ويناسب مرحلتك ويناسب احتياجاتك ومادياتك ومتطلباتك. بطل تعيش بقى في خيال مش بتاعك من الفيديوهات اللي انت بتشوفها من بعض الناس. حته ان انا كسبت 2000 دولار كما فعلتها انا فيمكنك انت ايضا والكلام ده، لا لا، ما تقيسش الموضوع ده على كده خالص. النجاح مش في الطريق، النجاح في انك تمشي بوعي وتمشي بما يناسبك ويناسب حياتك مش حياه غيرك، ومش كلمتين انت سمعتهم فسخنوك يعني. بالتوفيق للجميع واشوفكم دايما على خير وسلام.